اللي قال ما تخافش انا معاك مش بيكذب. اللي قال لا اهملك ولا اتركك ما بيطلعش كذاب ابدا. اللي قال كل الاشياء خير ما بيكذبش. استغل دول بقى عشان تطمن روحك في زمن ما فيهوش طمأنينة. شجع نفسك، هو قال مش هسيبك، هو قال لو غلطت هصلح، هو قال انا بحبك، هو قال ما تخافش من حد. خلاص. فاي مسيحي عايش خايف وقلقان بصراحة ملوش حق. زي شحات نكتشف ان عنده 1,000,000 جنيه في البنك. عندك وعود تخليك غني، مالك عايش شحات ليه؟ فكر قد ايه ربنا بيحبك. هي الفكرة دي تزود الاتكال على طول. فكر قد ايه هو يقدر على اي حاجة. خلاص. فكر قد ايه ربنا حكيم، عارف كويس اللي بيعمله، ما بيغلطش ابدا في احكام. هو في طريقتين اساسيين في التفكير. واحد مركز في المشاكل لازم يتخنق، واحد مركز في عمل الله لازم يفرح. خلي علاقتك بربنا قوية، دي هتخليك في حالة اتكال وروقان على طول. العلاقة بربنا اول ما بتضعف بتلاقي الدنيا بوخت.